شمال كندا القاسي وبين الغابات المتجمدة والبحيرات اللي ما كيعرفوش الرحمة وقعت واحدة من أغرب القضايا في القرن العشرين. قضية حيرت المحققين الباحثين وحتى الحكومات اللي دخلت في السكات من بعد. في نوفمبر عام 1930 قبيلة كاملة كانت عايشة حدا بحيرة أنجيكوني اختفت في ظروف غامضة اللي ما تفهمتش ليومنا هذا. لا جثث، لا أثر صراع، لا أثر للهروب، غير صمت ثقيل. وما كان كيقول أن الناس اللي كانوا هنا وقفوا حياتهم فجأة. التحقيقات الرسمية ما لقت حتى تفسير منطقي، والشهادات اللي خرجت فيما بعد زادت الغموض. الأضواء في السماء، أصوات جاية من الغابة، وتناقضات كبيرة في التقارير. فهاد الوثائقي غادي نقربوا للقضية خطوة بخطوة، وغادي نرجعوا لكل دليل، لكل شهادة، ولكل تفصيلة حولت سنوات تمحيها. مرحبا بكم في خفايا التحقيق، هنا فين الغموض كيبقى حاضر ولو أن الحقيقة غايبة، والحقيقة كتبدا من النقطة اللي العقل كيتوقف فيها. في أقصى شمال كندا وسط منطقة قاسية ومعروفة بالثلوج اللي ما كتسالاش، كانت كتعيش وحدة من قبائل الإنويت حدا بحيرة معزولة سميتها أنجيكوني. هاد القبيلة كانت معروفة بين الصيادين اللي كيقطعوا المسار ديال الشمال، الناس بساطين ومتعايشين مع البرودة والحياة عندهم ثابتة ومفهومة. ولكن في خريف 1930 غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يبقى لغز للأجيال. نهار 23 نوفمبر الصياد الكندي جو لابيل كان في مهمة الصيد الروتينية في مناطق اللي متعود يمر منها. من بعيد شدات واحد الملاحظة، الدخان اللي طالع من جهة القرية ديال إنويت كان ضعيف ومتقطع وماشي بحال ديما. جو قرب أكتر، ولكن الحاجة اللي لقاها ما كانتش في البال. القرية ساكتة، سكات ثقيل بحال إلا الأرض نفسها واقفة كتسمع. جو نزل بشوية من فوق المزلاج ديالو، كل خطوة كانت كتغرس في الثلج البارد، والصوت اللي كيخرج من تحت رجليه كان كيحسوا بأن المكان خاوي بزاف. دخل أول خيمة، النار باقي شعلة، الأدوات في بلاصتها والأكل فوق المجمر، ولكن ما كاين حتى شي بشر. مشى للخيمة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، كل وحدة كتعاود نفس الصورة. الحياة متوقفة فجأة، بحال إلا الناس خرجوا غير دقيقة قبل ما يدخل، ولكن ما كاين حتى أثر عليهم. حتى لهنا جو باقي كيحاول يفهم، ولكن المشهد اللي غادي يشوفه قريب من قرية غادي يبدل الموقف كامل. لقى الكلاب ديال القبيلة مربوطين ومجمدين حتى للموت، وهاد الكلاب بالذات معروفة عند الإنويت بقوتها وقدراتها على التحمل، تموت كاملة. وبهاد الطريقة هنا جو فهم باللي اللي وقع ماشي عادي. جو بدا كيقلب في الارض باش يشوف واش كاين شي اثر يدل على اتجاه الناس، وفعلا لقى خطوات فوق الثلج، ولكن المشكل الخطوات قليله بزاف ومشتته، وما كيبانش ان هذه القبيله كامله هاربه. الاثار كانت كتمشي في خط مستقيم نحو الغابه، ومن بعد كتختفي في وسط الظلام. ما كان لا دم، لا أثر ديال الصراع، لا تحضير، لا جمع المتاع، والو، غير قضية واقفة في النص، والبشر اختفوا بلا ما يخليو حتى دليل مقنع. وملي دخلت السلطات توقعوا يلقاو تفسير، ولكن اللي لقاوه هو غموض أعمق وأغرب من الأول. ومن هاد اللحظة السؤال اللي غادي يطارد كل محقق وكل باحث هو كيفاش قبيلة كاملة نحات فجأة من الوجود، وفي داك السواد ديال الغابة شنو كان كيراقب من بعيد بلا ما يحس به حتى واحد. بعد ما وصل جولابي للمدينة كان باين عليه الخوف والحيرة. القصة اللي رواها على رجال الشرطة ما كانش سهلة للتصديق، ولكن الصيادين ديال الشمال معروفين بالجدية ديالهم وما كيخترعوش بحال هاد الأمور. السلطات الكندية قررت تبعت فريق تحقيق رسمي مباشرة للمنطقة بحيرة أنجيكوني. الرحلة كانت صعيبة بزاف لأن الثلوج كانت كتحاصر كل الطريق، ولكن المحققين وصلوا بعد ساعات طويلة من التنقل. المحققين عملوا أول جولة على القرية،
وكانت النتيجة نفس اللي قال جو. الخيام واقفة، الأدوات في بلايصة، الأكل باقي طري، وحتى البنادق ديال الصيد باقي في مكانهم. ولكن أغرب حاجة لاحظوها هي غياب تام لأي آثار ديال مقاومة أو فوضى. القرية كانت كتبين أن السكان غابوا بشكل مفاجئ وبلا سبب واضح. من بعد مشاو يشوفوا الكلاب، والمشهد كان قاسي وخلى المحققين نفسهم يتصدموا. الكلاب متجمدة وما باين عليها لا جروح ولا علامات الصراع، غير جوع قاتل وخمول شديد. علاش يتخلاو عليهم؟ الإنويت عمره ما يخلي كلابه تموت بهذه الطريقة. واحد من المحققين كان اسمه أندرسون دخل واحد الخيمة كبيرة كانت غالبا ديال زعيم القبيلة. شد المصباح ديالو وبدا كينور كل زاوية بحال الا كيقلب على اي مؤشر صغير. على الحيط كانوا معلقين ادوات تقليدية، ملابس مصنوعة من الصوف، وحتى اشياء شخصية مهمة. والمثير في الامر كل شي باقي في مكان ديالو، ما كيبانش انهم هربوا ولا انهم تجهزوا لشي رحيل طويل. أندرسون خرج وقف وسط القرية وتلفت في هاد السكات اللي كان كيقتل الأعصاب. الرياح كانت كدوز بين الخيام بحال همسات ضعيفة، بحال شي حاجة كتراقبك من بعيد. في الغابة اللي قريبة المحققين لقاو مجموعة ديال الآثار اللي ذكرها جو، ولكن هاد المرة وثقوها بشكل دقيق. الآثار قليلة ماشي متناسقة، بعضها غارقة بزاف الثلج وبعضها بحال الا كيتسحب شي وزن ثقيل. والأغرب الآثار كتوقف فجأة بلا تفسير، ما كان لا انهيار ثلج لا رياح قوية لا ذوبان. الآثار كانت كتمشي لقدام وفجأة كتحبس، بحال الا المشي تحولات الاختفاء. هاد الطاقم ديال التحقيق بدا يتناقش وكل واحد كيحاول يفهم المنطق. كيفاش الخطوات كتكون واضحة لمدة أمتار ثم كتختفي؟ الليل بدا كينزل وواحد المحقق كان واقف حدا البحيرة. الماء كان مجمد، ولكن وسط السطح شي طبقات كانت باينة مختلفة، بحال إلا شي حاجة تحركات فوق الجليد قبل أيام. وقف كيشوف لبعيد وطالق ودنو يسمع شي حاجة، ولكن في داك السكات حس بشي حاجة غريبة، بحال شي نظرات كتجي من أعماق الغابة. شد النفس وقال مع راسو، إلا القبيلة خرجت بوحدها علاش ما بقى حتى شي اثر ديالهم؟ وإلا شي حاجة خرجتهم علاش ما بقى حتى شي دليل عليهم؟ مع نهاية اليوم الأول من التحقيق السلطات ما لقات حتى جواب واضح، غير مشاهد كتزيد للغز غموض. قرية خاوية، حياة متوقفة فجأة، خطوات كتظهر وتختفي، الكلاب ميتة بطريقة ما عندهاش تفسير. والسؤال اللي بدا كيكبر عند الجميع هو واش كان الأمر هروب ولا شي قوة مجهولة من العالم الآخر هي اللي كانت وراء هذا الاختفاء؟ مع مرور الأيام التحقيق الرسمي ما كانش كيعطي أي نتيجة واضحة، ووسط هذا الغموض بدات كتوصل للشرطة شهادات من الصيادين والناس اللي كيمروا من المنطقة. هاد الشهادات ما كانتش عادية، وكانت كلها كتشير لشي حاجة كبر من مجرد اختفاء بشري. أول شهادة وصلت للسلطات كانت ديال واحد صياد معروف في المنطقة. الراجل قال باللي قبل أيام قليلة من اكتشاف القرية خاوية كان شاف ضوء غريب في السماء، ماشي شي حاجة اللي طاحت من السماء، ماشي طيارة، وماشي ضوء ديال الشمس اللي كيجي من الشمال. كان ضوء دائري كيهبط ببطء نحو الغابة اللي حدا بحيرة أنجيكوني، وبعد ثواني اختفى. السلطات سجلت الشهادة ولكن ما داروش ليها اهتمام كبير في الأول، ولكن الغرابة هي أنها ماشي الوحيدة. في واحد الليلة اللي كانت الرياح كدوز بحال السكاكين وسط الأشجار، دخل واحد الصياد مجهول الهوية للمركز الشرطة وكان باين عليه الخوف. بصوت مرعوب قال، أنا كنت قريب من البحيرة وشفت شي حاجة كتتحرك وسط الثلج، ولكن ما كانتش بحال البشر. المحقق سولو، شنو شفتي بالضبط؟ الراجل رد وهو كيشوف للأرض، كانوا 3 كيمشوا بطريقة غريبة، مهم ماشي كيمشوا، بحال كيتجاراو، كيمشوا في اتجاه ديال القرية. ومني سولوه واش شاف الوجه ديالهم، الراجل قال جملة قصيرة ولكن كافية باش تجيب الرعب للمكتب كامل.
ما كانوش بشر. المحققين في ذاك الوقت كانوا متردين واش يسجلوا هاد الكلام كأدلة رسمية، ولكن العدد ديال الشهادات بدا كيزيد. ناس مختلفة من مناطق بعيدة كيقولوا نفس الشيء. الضوء غريب في السماء، أصوات جاية من الغابة، حركات على الثلج بحال شي كائنات كتمشي بلا ما تخلي بصمات واضحة، والناس سمعوا صرخات طويلة ولكن ماشي بشرية. هاد التفاصيل بدات كتخلي التحقيق يتحول من قضية اختفاء لقضية ظواهر غير مفسرة. واحد من رجال الشرطة اللي كان في الموقع قال بعد سنوات: ديك الليلة كنا جالسين حدا النار وكان الجو هادئ بزاف، وفجأة سمعنا صوت جاي من الغابة. الصوت كان طويل، خفت في الأول، من بعد الصوت بدا كيتزاد بحال شي صراخ ديال شي حاجة كتتألم. المحققين شعلوا المشاعل ووقفوا كيسمعوا. الصوت كان كيجي وكيختفي بحال شي حاجة كتدور حدا الأشجار، ولكن مني مشاو يتبعوه ما لقاو حتى أثر. في واحد الوثائق قديمة اللي تسربات فيما بعد كان مكتوب: الاختفاء لا يمكن تفسيره بطريقة طبيعية، لا توجد علامات صراع ولا هروب جماعي ولا أثار للحيوانات مفترسة. شهادات متعلقة بالأضواء والأصوات تم تسجيلها، لكن لم يتم اعتمادها رسميا خوفا من الجدل. هاد الجملة كانت كافية باش تخلي الباحثين في القضية يشكوا أن الحقيقة ما تصرحتش كاملة. مع تراكم الشهادات ومع ظواهر اللي صارت قبل وبعد الاختفاء، التحقيق ما بقاش مجرد بحث عن قبيلة ولا بحث عن جريمة. قضية تحولت لما هو أعمق. شنو كان في السما داك الليلة؟ شنو اللي سمعوا الصيادين وسط الغابة؟ وعلاش كل شي بدا كيخاف يهضر؟ الغموض كيزيد والقضية كتدي الفرضية ما كان حتى واحد مستعد يواجهها. مع الوقت السلطات الكندية كانت خاصها تقدم شي تفسير للرأي العام. اختفاء قبيلة كاملة ماشي شي حاجة سهلة، والناس بدات كتسول بزاف، ولكن المشكل هو أن كل فرضية كانت كتطيح قبل ما توقف. أول تفسير خرج للعلن كان بسيط بزاف: القبيلة هجرت بسبب الجوع والبرد، ولكن أول معطيات ديال المكان كيبينوا فورا أن هاد الفرضية ما عندها حتى أساس. الأكل كان باقي سخون، الأدوات ديال الصيد باقين في بلاصتهم، الملابس ثقيلة اللي ضرورية في داك المناخ بقاو بلا ما يتحركوا، وحتى الكلاب اللي ما عمرهم يتخلاو عليهم بقاو مربوطين وماتوا بالجوع. فكيف يعقل قبيلة تتحرك في برد 40 درجة تحت الصفر بلا ما تاخد الحوايج ديالها؟ والفرضية سقطات. في واحد الغرفة صغيرة المحققين كانوا جالسين حدا واحد الطاولة والخرائط مفتوحة قدامهم. الجو كان ثقيل والصمت طويل. واحد منهم ضرب يدي على الطاولة وقال: ما كاين حتى شي تفسير منطقي. إلا كان هروب كان خص يكون فوضى، إلا كان هجوم من حيوان كان خص يكون الدم، إلا كانت عاصفة كان ضروري ما يكون الأثر. الضابط أندرسون جاوبه هو كيشوف الخارج النافذة: إلا ما كان حتى تفسير طبيعي ربما تفسير ماشي من هذا العالم أصلا. وهنا الغرفة كلها سكتات. السلطات قالت ربما القبيلة تعرضت للهجوم من قبيلة منافسة، ولكن علماء الأنثروبولوجيا جاوبوا بسرعة: ما كان حتى أثر ديال الصراع، ما كاين لا دم لا طعنات لا تكسير، وما كاين حتى دليل على نزاع سابق بين القبائل. وزيد على هذا الشيء، علاش يختطفوا قبيلة كاملة ويخليوا الأدوات الأساسية؟ النظرية سقطت مرة أخرى. وسط مجتمع ديال الإنويت كاين أسطورة قديمة على كائن غريب كيعيش في الغابات الشمالية، كيقولوا عليه نورانغيت. روح شريرة كتاخد شكل إنسان ولكن ماشي إنسان، كتظهر في الليالي الباردة وكتخطف الناس بلا ما تخلي أثر. واحد من الصيادين القدماء قال للمحققين: القبيلة ما هرباتش، القبيلة تختطفت. المحققين تجاهلوا هذه النظرية وكتبوها في التقارير كمعتقدات تقليدية، ولكن في داخل ديالهم كانوا كيسولوا نفسهم: واش ممكن هذه الأسطورة تكون مبنية على شي حقيقة قديمة؟ بعد تسريب التقارير اللي فيها شهادات على الأضواء، بزاف ديال الباحثين قالوا باللي القبيلة ربما تعرضت لشي ظاهرة فلكية غريبة، شي حاجة جات من السماء. المشكلة هي أن الأضواء شافوها شهود من مناطق مختلفة، الصوت الغريب اللي سمعوه المحققين بنفسهم، والآثار اللي كتوقف فجأة كتدل على انتقال ماشي على ماشي طبيعي. هادشي خلى بعض الناس يطرحوا فرضية خطيرة:
الاختفاء كان من الفوق ماشي من الأرض. أحد المحققين اللي تقاعد قال واحد الجملة اللي خلت الناس تزيد تشك: الحكومة كانت باغانا نكتبوا تقرير عادي، ولكن الحقيقة حنا لقينا دلائل ما قدرناش نشرحوها. ومن بعد هاد الجملة سكت ورفض يعطي أي تفصيل. بعد شهور ديال البحث كل نظريات كبيرة ترفضات، لا جوع لا هجوم لا عاصفة لا هروب، وكل دلائل كترجع لنقطة واحدة: قبيلة كاملة اختفت بلا منطق بلا أثار وبلا تفسير مقبول. واللي زاد الشك ديال الباحثين هو علاش السلطات غلقت الملف بسرعة وبأقل تفاصيل ممكنة، وهذا الشيء كيدل على شي حاجة كبيرة كانت مخبية. من بعد ما السلطات الكندية سدات الملف بطريقة سريعة وغامضة، الباحثين والمحققين المستقلين بقاو كيسولوا نفس السؤال: واش فعلا هذه هي كل الحقيقة ولا كاين شي تفاصيل بقاو مخبيين؟ ومع مرور السنين بعض الشهود والموظفين اللي خدموا في القضية بداو كيهضروا، والصورة اللي خرجت كانت أخطر من كل النظريات اللي سبقات. من بين الوثائق اللي تسربات تقرير كيقول أن الآثار كانت قليلة، وتقرير آخر كيقول أن الآثار كانت كتير ومتنظمة. المحققين قالوا أنهم ما سمعوا حتى صوت، ومحققين آخرين كيقولوا أنهم سمعوا صراخ غريب في الليل. تقرير كيقول أن الكلاب ماتت بالجوع، وتقرير آخر كيقول أن السبب الموت غير محدد. هاد التناقضات خلت الناس تشك بأن القضية ما تعملتش بطريقة عادية، وأن في شي جهة كانت كتبدل في التقارير. واحد الراجل شالف كان كيخدم في الإدارة في ذاك الوقت عمل تصريح قصير في برنامج وثائقي، قال: جاو عندنا أوامر نقصوا من التفاصيل وما نبينوش بعض الحوايج للصحافة. المذيع سولو علاش، الراجل تنهد وقال: حيت اللي كان في ذاك المكان ما كانش شي حاجة اللي تبغي الناس يعرفوها. العيون ديالو كانت باينة فيها الرهبة. ثم سكت وما كملش. بعض الباحثين قالوا أن الحكومة ربما كانت كتعمل تجربة سرية في الشمال والتجربة خرجت على السيطرة، ولكن المشكل هو ما كاين حتى قاعدة سرية في ذاك الوقت في المنطقة، وما كاين حتى سجل على التجارب. وحتى ولو كان، علاش غادي يختطفوا قبيلة كاملة؟ وعلاش ما يلقاو لا جثث ولا بقايا؟ هاد النظرية بقات غير احتمال بلا أدلة قوية. كاين فريق آخر من الباحثين مشاو الوثائق فلكية ديال داك العام وتفاجئوا بواحد الملاحظة: في الأسبوع اللي قبل اختفاء القبيلة كاين بلاغات متعددة من سكان الشمال على أضواء غير معروفة في السماء. الأضواء كانت كتتحرك ببطء، كتبدل اتجاه وكتختفي بلا أثار. هاد التصرف ديال شي حاجة كتخطط. ومن هنا خرجت أخطر نظرية: شي حاجة نزلت في الليل ومشت نحو القرية، ومن بعد القبيلة اختفت. في الأرشيف الوطني الباحثين لقاو شي حاجة غريبة: الملف بحيرة أنجيكوني ناقص، الصفحات مفقودة، والتقرير ناقص توقيعات. الباحث سول الموظف المسؤول: فين الصحافات المفقودة؟ الجواب كان بسيط ولكن مرعب: ما عرفناش، اختفوا من سنوات. ومع تزايد التناقضات واختفاء الصفحات والشهادات اللي خرجوا غير بعد عقود، الصورة بدات كتوضح. القضية ما كانتش مجرد اختفاء، كانت لغز أكبر من الحدود ديال البشر. وكل ما كيقرب الباحث للحقيقة الطريق كيولي أخطر. واش شي جهة كانت كتحاول تخبي الحقيقة، ولا فعلا اللي وقع في القرية كانت شي حاجة اللي ما خصاش البشرية تعرفه؟ بعد سنوات من البحث ومحاولات فاشلة لتفسير اختفاء القبيلة، كاين فريق من الباحثين اللي ما بقاوش كيعتمدوا على تفسيرات تقليدية. هذا الفريق بدا يعالج القضية بطريقة مختلفة. يمكن الجواب ماشي في العالم اللي قدام عينينا، بل في العالم اللي مخبي علينا. بعض الباحثين وخصوصا في التسعينات لاحظوا أن بزاف من الشهادات اللي جاو من داك الزمان كانوا كيركزوا على أضواء كتظهر وكتختفي، خطوات كتوقف فجأة، أصوات ماشي بشرية، كائنات كتمشي بطريقة غريبة وسط الثلج. هاد التفاصيل بالنسبة لهم ماشي صدفة. الباحث مايكل رينولدز قال في محاضرة: النمط اللي كيبان في الشهادات هو نفسه اللي كيبان في حالات اختفاء أخرى في جزر الشمال. كنحسو كأن شي حاجة كتختار الناس وماشي العكس.
واحد الصياد اللي تكلم بعد 30 سنة من الصمت وقال: في ديك الليلة شفت 3 كيجريو في الثلج، كانوا طوال وكتاف ضيقة، وطريقتهم في المشي ماشي ديال البشر. وملي سولوه واش كانوا من الاشخاص، جاوبه هو كيتنفس بصعوبة: كانوا بحال البشر ولكن ماشي بشر. الصوت ديالو تبدل ويديه كانوا كيترعدوا بكل وضوح. عند قبائل الإنويت كاين اعتقاد قوي بوجود أرواح وكائنات كتعيش في الغابات والبحيرات. واحد عالم روحي من قبيلة المجاورة قال في وثائقي: كاين مخلوق كيعيش في الظلام، ماشي حيوان وماشي روح عادية، كيخرج غير في فصول البرد القاسي وكياخد الناس اللي كتضيع منهم حماية روحية. هذا الاعتقاد رغم أنه خرافي بالنسبة للعالم العصري، إلا وأنه كيشرح واحد الحاجة: كيفاش الناس كاملين يوقفوا حياتهم في دقيقة ويخرجوا وكأن شي يد خفية جرتهم. واحد المحقق اللي كان في الموقع قال انه في واحد اللحظة حس بشي حاجة كدوز حدا الغابة، ما شاف حتى كائن ولكن سمع نداء غامض كيجي من عدة جهات في آن واحد. قال الصوت ما كانش عادي، ماشي ديال انسان وماشي ديال حيوان، كان صوت اللي كيحاول يجبدك. المحقق اعترف انهم كانوا علين يدخلوا للغابة، ولكن شي غريزة شدات فيهم باش يبقوا في بلاصتهم. هاد النظرية بقات من بين أكثر جدلا، ولكن بزاف ديال الباحثين اعتمدوا عليها بسبب المعطيات: خطوات كتختفي فجأة، ضوء كبير كان فوق المنطقة، غياب جثث، صمت السلطات، تناقض تقارير، أحداث مشابهة في مناطق معزولة في العالم. واحد الخبير أمريكي قال: إلا فشلت كل تفسيرات العادية فربما الجواب ماشي من هذا العالم. بعض الباحثين حاولوا يعيدوا بناء اللحظة الأخيرة ديال القبيلة. الناس سمعوا صوت غريب، خرجوا يشوفوا شنو واقع. الضوء قوي ظهر في السماء، الأرض بدات كتهتز بشكل خفيف، والقبيلة كلها تحركت نحو مصدر الضوء. وفي لحظة واحدة الضوء اختفى والقبيلة اختفت معاها. ليومنا هذا ما كاين حتى تفسير رسمي كيجاوب على الأسئلة: فين مشاو، كيفاش اختفوا بلا أثر، وعلاش كلشي بدا بالأصوات والأضواء غريبة، والأخطر علاش الدولة سكتات، وعلاش بعض الوثائق ضاعت وبعض شهود فرض عليهم السكوت. الغموض ما بقاش قضية ديال القبيلة ولا لوز كيضرب في عمق المجهول. الغموض هنا تحول لسر من أسرار الشمال اللي ما بغاش يكشف وجهه الحقيقي. بعد عشرات السنين من البحث، النظريات، الشهادات والتقارير المفقودة، بقى سؤال واحد كيطارد كل محقق وكل باحث: شنو وقع فعلا في الليلة اللي اختفت فيها قبيلة بحيرة أنجيكوني؟ ومع كل الشهادات اللي تجمعات وكل الأدلة اللي بانت وكل الأسرار اللي بقاو مخبيين، بان واحد خيط رقيق ولكن كيحاول يجمع الحقيقة كاملة. إذا جمعنا كل ما هو مؤكد بلا شك، القبيلة اختفت كاملة بلا جثة، بلا بقايا، بلا أثر. المكان كان منظم، 12 فوق النار وخيام مرتبة، حيوانات ماتت بطريقة غامضة، كانت أضواء في السماء قبل وبعد الحادث، كانت أصوات غريبة سمعوها الصيادون ورجال الشرطة، خطوات على الثلج كانت ناقصة ومنقطعة، تقرير رسمي فيه صفحات مفقودة، شهود سكتوا لسنوات وحتى كبروا عاد بداو كيهضروا. وهاد العناصر ما كتجيش لتفسير عادي وما كتخلي حتى شي سيناريو طبيعي يكون مقنع. تخيل معايا المشهد الاخير: الليله هادئه، البرد اللي كيدخل في العظام والريح اللي كيضرب في السقف ديال الخيام، قبيله كامله، عائلات، اطفال، صيادين كيحسوا بشي حاجه في الغابه كتقترب. الصوت غامض بحال همس، ومن بعد الضوء كيهبط بشويه من السما. الناس كيخرجوا يشوفوا، شي منهم كيجري، شي كيوقف، شي كيغوت باش يرجعوا. ولكن الفضول، الخوف كيجبد القبيلة كاملة نحو الضوء. وثواني قليلة بعد هاد اللحظة الضوء اختفى والقبيلة اختفت معاها. واش هذه تجربة عسكرية؟ هاد الفرضية ضعيفة بزاف، ما كاين لا قاعدة لا حطام لا دليل. واش هجوم ديال حيوانات؟ مستحيل، ما كاين لا جثث لا دم لا مقاومة. واش هجرة مفاجئة؟ غير منطقي. الناس كانوا لابسين خفيف وما خداوش حتى الكبابط ديالو.
واش مرض جماعي؟ فين هي الأجساد؟ التفسير الوحيد اللي كيجمع كل شيء هو وجود قوة خارجية ماشي من العالم اللي كنعيشو فيه، قوة قدرت توقف قبيلة كاملة، قدرت تجر الناس بلا مقاومة، قدرت تختفي بلا أثر، وقدرت تخلي السلطات تسكت. واحد الباحث قال ماشي ضروري نعرفو شكون هما، ولكن واضح أنهم كانوا هنايا. واحد المحقق اللي تقاعد واللي كان حاضر في الأيام الأولى للقضية قال آخر جملة في حياته قبل ما يموت: اللي كان في ذاك المكان ما كانش من هنا، وماشي القبيلة اللي مشات، العكس هو اللي وقع، شي حاجة هي اللي جات. اليوم بعد كتر من 90 سنة بحيرة أنجيكوني مازال كتخبي الحقيقة، والغابة اللي حداها ما كتكشف حتى شي سر، والتلج اللي كان كيغطي آثار خطوات باقي كيدفن قصة كاملة. ولكن الحقيقة كتقول حاجة وحدة: القبيلة ما هرباتش، ما كانتش ضحية جريمة عادية، وما خرجتش بإرادتها. القبيلة تسحبات من الوجود، والسؤال اللي باقي واقف قدام الباحثين هو: واش هادشي اللي وقع في أنجيكوني يقدر يتعاود، ولا أصلا وقع في بلايص آخرى وحنا باقي ما سقنا الخبار؟ في هاد العالم كاينين أسرار كتولد في الصمت وكتعيش في عزلة، وما كيبانوش حتى كيدوز الوقت، وكنكتشفوا أنهم كانوا قدام عينينا من الأول. بحيرة أنجيكوني ماشي غير قصة قديمة، وماشي اللغز ديال القبيلة اختفت، هي تذكير بأن الكون أوسع من قدراتنا على الفهم، وأخطر من شجاعتنا على البحث. الناس اللي اختفوا في ديك الليلة ما خلوش بصمة، ما خلو حتى أثر، ولكن خلو سؤال واحد، السؤال كيخلي العقل يتساءل والقلب يرتابك والليل يطول: واش فعلا حنا اللي كنشوفوا الكون، ولا الكون هو اللي كيشوفنا؟ هنا كتسالي القصة، ولكن الغموض ما كيتسالاش، الغموض كيبقى حي. هنا خفايا التحقيق، فين الحقيقة عمرها ما كتجيب لا تمام.